شكرا لك عبد العزيز. سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نقول لك ألف مبروك سمو الأمير الخطوة إلى دور ال16 من خلال كسب أفضلية الأرض والجمهور واللعب من أمام المصلال. أيضا الخيار الآخر الإيجابي تفادي نادي سعودي آخر في خلال مواجهة دور 16. مبروك سمو الأمير. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. فعلا احنا كنا حريصين على تفادي نادي الاتفاق اللي هو في أحسن حالاته، وأعتقد أنه من أحسن الفرق اللي قدمت مستوى في بطولة آسيا. الحمد لله حنلعب على أرضنا وبين جمهورنا مثل ما أسلفت. أنا إن شاء الله أضمن التأهل بحول الله وقوته إذا شفت ملعب الملك فهد مليان عن بكرة أبي المباراة القادمة. هذه المباراة هي إن شاء الله تكون ختام الموسم ويكون ختامه مسك. نقول الحمد لله أخذنا كأس ولي العهد محليا وتأهلنا لدور الثمانية آسيويا إن شاء الله. إذا كان هذا الأمر حصل وفق الظروف اللي مر فيها هذا الهلال، أعتبر هذه نتيجة إيجابية جدا. حتظل في موعدها يوم الثلاثاء؟ والله أنا ما أدري، اليوم قلت لأحمد الخميس يعني لازم نتأكد من الاتحاد الآسيوي لأنه حصل فيه لخبطة. الحين ما ندري هي الثلاثاء ولا الأربعاء، هنعرف الليلة وانتم اكيد حتعرفوا يعني انتم بطرقكم يمكن نعرف منكم حتى. لانه اذا كانت الاربعاء كابتن عبد اللطيف يرغب في انه يعطي اللاعبين راحه غدا. اذا كانت الثلاثاء بالتاكيد لا، ستتواصل التمرينات كما هي. سمو الامير اليوم يعني كان في حديث، اتكلم من جهه الاعلاميين اول 10 دقائق كان مباراة نوعا ما، هل تعتبر فلتت من حكم المباراة؟ كان في ضرب كثير اسمه. أنا أعتقد أن التحكيم الآسيوي يواصل مسلسل ضعف حكام الآسيويين في اتخاذ القرارات المهمة، سواء في احتساب ضربات الجزاء. اليوم ما كان في ضربة جزاء، ولكن كان في ضرب متعمد من غير كرة الأكثر من لاعب في نادي الهلال كان يستحق الطرد، والحكم تصرف كأن شيئا لم يكن. نزلت بين الشوطين، ماذا قلت للاعبين؟ قلت لهم الحكم سيء، انتبهوا لا يستفزكم. إذا ما أعطاكم اللي تستحقونه وما أنصفكم من ناحية الضرب أو من غيره، أرجوكم لا تستفزوا. ما احنا ناقصين إنه أحد ينطرد أو يأخذ كرت أو يتعطل المباراة الجاية، فأهم شيء تضبطوا أعصابكم. مهما تلقيتوا من ضرب لا تستنوا إنه الحكم ينصفكم، اعتبروا إنه الحكم مع الفريق الآخر وتصرفوا على هالأساس وخلوكم باردين. هذا اللي قلت لهم إياه. بناء على مباراة الأمس بين الاتحاد والمصلال، ماذا تقول لمن يقول مواجهة الهلال القادمة سهلة؟ مواجهة الهلال جدا صعبة، لأنه المصلال كان مريح لعيبة وكانوا يلعبوا هم يفكروا في المباراة القادمة مع الهلال، لأنهم كانوا يعلمون أنه من الصعب جدا أنك تتفوق على الاتحاد في أرض. الاتحاد فريق قوي، لا تعكس النتيجة ضعف في المصلال، تعكس قوة الاتحاد وتعكس أنهم هم مريحين لعيبة علشان المباراة هذه المهمة. أسوأ ما يمكن أن يحدث أن نركن النتيجة اللي حصلت، لو ركننا إليها سنجد نفسنا خارج بطولة آسيا. سمو الأمير آخر سؤال، بعد الحديث عن نزول في مستوى نادي الهلال خصوصا بعد تحقيق كأس ولي العهد ونهاية كأس ولي العهد، هل الهلال عاد الآن بدأ يعود إلى مستواه الطبيعي؟ والله شوف، أنا بقول لك على شيء، من يوم أخذنا كأس ولي العهد ومن يوم مرينا بالزوبعة اللي حصلت هذه، كنت أتمنى من رب العالمين فقط، وكان كل تفكيري في أن احنا نوصل للدور الثمانية في كأس آسيا ونعدي الموسم هذا على خير بالوصول للدور الثمانية، وكنت حاعتبره موسم ناجح. إذا حصل هذا الأمر الحمد لله رب العالمين، يكون ربي سلم وحقق لنا ما نريد وفق ظروفنا، والموسم القادم لكل حادث حديث. وأنا إن شاء الله إذا تأهلنا لدور الثمانية أعد الجمهور الهلالي بأنه بمشيئة الواحد الأحد وبحوله وتوفيقه البطولة الهلالية. عبد العزيز البكر في الاستديو، أمس قلت لمحمد مسعد بينك وبيننا، وأنا برضو بيني وبينك ولا بعلمك بعد ما شكرا. شكرا لسمو الأمير.